كيك الشوكولاتة مع صوص الشوكولاتة. هحضر معاكم كيك الشوكولاتة بطريقة مختلفة بإضافات جديدة هتنقل طعمه لحتة تانية خالص. كمان صوص الشوكولاتة هنحضره ومكون كمان إضافي جديد هيخلي طعمه غني جدا. هنحضر في الأول المواد الجافة، عبارة عن 3 كوبايات كبار من الدقيق الأبيض المنخول، والكوباية اللي هنستخدمها في عيار باقي المكونات، وكمان 3 معالق كبار من الكاكاو الخام الغير محلى، باكت من كيك شيف، ورشة بسيطة جدا من الملح. دي المواد الجافة كلها وهقلبهم مع بعض كويس. مهم جدا ان احنا ننخل الدقيق وكمان ننخل الكاكاو. نوع الكاكاو اللي انا استعملته كاكاو دريم خام غير محلى. تقدروا تستخدموا الكاكاو الاسباني من عند العطار، كمان موجود في محلات بيع مستلزمات الحلواني، برضو هيكون حلو جدا. في بولة تانية بعد ما قلبنا المواد الجافة مع بعض هحضر باقي المكونات اللي هي عبارة عن نص كوباية من السمنة. تقدروا تستبدلوا السمنة بالزيت، بس السمنة بتكون بصراحة التست بتاعها أحلى كتير. ضفت عليها كوباية من السكر، وهضيف كمان ربع دلوقتي، و3 بيضات في درجة حرارة المطبخ، وكمان معلقة صغيرة مليانة من الفانيليا السايلة. انا ضفت كوباية وربع من السكر علشان الكاكاو خام وغير محلى. لو الكاكاو محلى اكتفوا بكوباية واحدة بس، وكمان ممكن تكون كوباية الا ربع. يبقى هنا نص كوباية من السمنة عليها كوباية وربع سكر، 3 بيضات وفانيليا، وهضربهم مع بعض كويس جدا. مش هضرب كتير، بس يدوب احس ان السكر ابتدى يدوب معايا، مش مخرز. انا استخدمت سكر حبيبات، بس حبيبات ناعمة، ما استخدمتش سكر بودرة. بعد ما اقلبهم مع بعض يعني يدوب بس يندمجوا كويس مع بعض، هضيف كوباية واحدة من الحليب وهقلبهم. لهنا لازم اتأكد ان السكر داب تماما. وبعد كده بعد ما دوبنا السكر في الحليب ومع باقي المكونات هنضيف المواد الجافة اللي احنا حضرناها مع بعض. هقلب في الاول قبل ما اشغل المضرب علشان ما يعملش معايا فوران ويبهدل الدنيا. وبعد كده هبتدي اضرب لحد ما اوصل للقوام اللي انا عاوزاه. قوام الكيك معايا مش عاوزاه يكون خفيف قوي، عاوزاه يكون تقيل شويه عشان الاضافه اللي احنا هنضيفها للكيك. هوريكم دلوقتي اهو قوامه كده تحفه. نعرف منين ان الكيك مضروب كويس؟ ان هو بيعمل معايا خط مش مقطع. لما بنرفع المضرب كده بيعمل معايا خط كده متواصل ما بيقطعش اهو. لو حسينا ان القوام اتقل من كده مع الضرب مش مشكله، ممكن نزود ربع كوبايه من الحليب، وده بيرجع لنوع الدقيق، مفيش اي مشكله. الاضافه اللي انا هزودها مكسرات، معايا عين جمل على بندق يعني نص تكسيره كده مش صحيحه قوي. عفرتهم بشويه من الدقيق، يعني ضفت عليهم معلقه صغيره من الدقيق الابيض وقلبتهم مع بعض. وبعد كده هصب الكيك في القالب. هصب في الاول نص المقدار. القالب بطنته بالسمنه، ما بضيفش لا كاكاو ولا دقيق في تبطين الصينيه او القالب، سمنه بس بدهن بيها الجوانب بقاع الصينيه كويس جدا. ضفت نص المقدار ووزعته في الصينيه. بعد كده هجيب المكسرات اللي انا عفرتها بالدقيق وهبتدي انخل الدقيق الزياده اللي فيها، وهوزعها في نص الصينيه، يعني ما بين الكيك، عاوزاه يعني تكون في نص الكيك. طب ليه عفرناها بالدقيق؟ الخطوة دي مهمة جدا علشان المكسرات ما تغطسش لتحت، يعني تكون في المكان اللي احنا عاوزينها، تكون في نص الكيكة ما تنزلش تحت وتتحرق. ودلوقتي صبيت باقي الكيك على الوش وهدخلها الفرن على درجة حرارة 180، مشغلينه قبلها ب10 دقايق على الأقل، الرف الأوسط. مش هشغل الشواية، ولو في مروحة يكون حلو قوي. هياخد من 25 دقيقة لنص ساعة. في الخلاط معايا نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، عليها كوباية من الحليب، كوباية الا ربع من الزيت، كمان كوباية وربع من السكر، ومعلقة واحدة من الحليب البودر. تقدروا تستغنوا عنها لو مش متوفرة، بس بتدي تست حلو جدا لصوص الشوكولاتة، بتخلي طعمه أغنى، بجد فظيع، لازم تجربوه. وكمان طريقة إضافة المكسرات للكيك تقدروا تستغنوا عنها لو مش حابين ده أو مش متوفر. تقدروا كمان تستبدلوها بالسوداني، تقدروا تضيفوا زبيب، فواكه مجففة، زي ما تحبوا. تقدروا تعملوه من غير أي حاجة خالص زي الكيك العادي، مفيش أي مشكلة. وده قوام الصوص بعد ما ضربناه كويس في الخلاط، ممكن في الخلاط كمان، ممكن بالهاند بلندر، تحفة. شايفين قوامه؟ كمان لما بيدخل التلاجة قوامه بيتقل أكتر من كده. ولو حسينا إن قوامه تقل زيادة عن اللزوم مش هنعرف نوزعه على الكيك كويس، ممكن نضيف له معلقتين من الحليب ونقلبهم. وده شكل الكيك بعد ما خرجناه من الفرن. بختبره بالخلة أو بالسكينة، تطلع نظيفة كده تمام. خد معايا بالظبط نص ساعة.
وهسيبه يبرد. وفي خطوه حلوه قوي لو عاوزين الكيك كده طري من جوه وجميل وشه ما ينشفش، اول ما يطلع من الفرن نغطيه بفوطه لمده 10 دقايق او ربع ساعه. قلبت الكيك معاكم، شايفين ارتفاعه حلو وتحفه ازاي وما هبطش بعد ما خرجناه من الفرن، فظيع. بعد ما بيبرد بنبتدي نزينه بصوص الشوكولاته اهو زي كده، تحفه. قوام صوص الشوكولاته فظيع. لو عاوزينه كمان يكون بديل للشوكولاته سبريد اللي احنا كلنا بنشتريها وبنحبها، ممكن نضيف له باكت من الكابتشينو او النسكافيه بطعم البندق، بيكون روعه. وهزينه بمكسرات او ممكن جوز هند المتوفر عندكم استخدموه. انا زينته بوحدات من اللوز، ودلوقتي هنقطعه ونشوفه مع بعض. شكله تحفة، الكيك مرتفع، مساماته حلوة جدا، ما فيهوش فراغات. الكيك شيف بيفرق كتير جدا في الكيك، احلى كتير جدا من البيكنج باودر. شايفين الكيك فظيع، ارتفاعه تحفة، والمكسرات شايفينها من النص حلوة ازاي وانا بقطع الكيك في الجزء اللي احنا ما قطعناهوش اللي لسه في القالب. واضحة وجميلة جدا، وكمان طعمها في الكيك الشوكولاتة مميز جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم، وان شاء الله تجربوها بطريقتي وتعجبكم. ما تنسوش لايك وشير لو عجبكم الفيديو، ومتابعة للصفحة. والسلام عليكم.